بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة، وحشتوني والله. انا عارفة ان انا اتأخرت عنكم فترة طويلة قوي، بس يلا رجعنا لكم تاني ونشتغل بقى بإذن الله وانزل لكم فيديوهات على طول. بس الاقي تفاعل، لو ما لقاش تفاعل مش هنزل لكم العروض اللي انا بنزلها وبشتغل بيها. دي شوية مشتريات كانوا ناقصيني ورحت جبتهم وكده من المحل اللي انا بجيب منه. هما مشتريات صغيرين مش ياما. حبيت ان انا اوريهولكم برضو عشان نبدأ شغلنا كده من الاول، تبقوا فاهمين ايه اللي كان ناقص وايه اللي ما كانش ناقص وايه اللي انا جبته وكده. هقول لكم برضو على الاسعار سريعا كده، تمام؟ دي دقيق سبونج اللي هو الابيض الكيس الكبير، دي دقيق سبونج دريم على جولدن باك. تمام، انا جايبه 2 كيلو، كيلو ونص دريم ونص كيلو جولدن باك، واللي جنبه نص كيلو جولدن باك شوكولاتة. والكيسين اللي هما اللي فوق بعض دول كانوا ب200 جنيه، كريمة ريتش المتحدة. تمام، احسن نوع هناك واعلى نوع. ودولت شوية كريسبيات، كل حاجة ب20 منها، وكاكاو ولبن بودر وبستري. ودي كانت مربى حليب ولوتس ونوتيلا سما ابيض وشوكولاتة. والعلب التانية دي كانت صوصات فراولة وشوكولاتة وكراميل. تمام. الدقيق الكيلو عندي 80 جنيه، اللي هو بالفانيليا، والشوكولاتة عندي ب100. تمام. والكريسبيات جايبة كل حاجة منها ب20، والكاكاو واللبن البودر والبستري برضو كانوا جايبة منهم ب20 عشان انا كان عندي. تمام. عندي بقى النوتيلا 150 و160، البيضة 160، ومربى الحليب 150، وصوص الشوكولاتة 80، والصوصات التانية 75. جبت علبة الفانيليا عاملة 75 فيها 100 كيس. تمام. وصوص اللي هو صوص التوت اللي هو الازازة ديت جايباها ب45، والعسل الجلوكوز ب40، وعلبة كريمة الفستق عاملة 130 جنيه. دولت بقى اللي هم الكبات اللي هي بالغطا بتاعها 50 كب عاملين 75. تمام. عايزة اقول لكم بقى، انا بجيب جولدن باك على دقيق دريم ليه؟ علشان هو بيرفع معايا وبيزود معايا السبونج وانا بخبزه. اللهم صل على النبي. بجيب الاتنين وبلخبطهم مع بعض علشان خاطر يديني قوام حلو. ودقيق الفانيليا الشوكولاتة بجيب نص كيلو، بحط عليه ربع كيلو دقيق فانيليا. تمام. علشان هتشوفوه معايا برضو انا بلخبطهم على بعض بيديني هشاشة ومش بيتكتم مني وما شاء الله بيبقى حلو. العلب ديت الصغيرة اللي فوقيها دي ب2 جنيه، والكبيرة ب2.5. دي طواجن كده بحطها في العروض. وديت الطواجن اللي هي الطويلة دي ورق، تمام، مش بلاستيك زي دول. وجبت الكبات اللي هي بتاعت التشيز كيك دي برضو بعمل فيها كبات وبطلعها برضو مع العروض. تمام. جبت ديت لقيتها هناك جميلة اوي، الكبات ديت برضو حلوة، لقيتها موجودة عندهم، انا جبت منهم 10 بس. كانت عاملة 2 جنيه ونص او 2 جنيه وربع، هبقى اشوف الفاتورة واقول لكم. بس ما شاء الله لقيتها بالغطا بتاعها وشكلها شيك وحلو برضو. ديت نفس الغطا اللي هي نفس الكب اللي هو ب50، اللي هي 50 ب75، ودولت 50 ب50 جنيه اللي هي الورق الكبيرة دي. والمفرش ده كان كيلو على بعضه عامل 60 جنيه. جايبه برضه عشان ابقى فرشه على الترابيزه وكده، وبتاع الاكل برضه يعني بيتفرش بيه تحط عليه كل حاجه. جبت دولت 10 اطباق فل عاملين دولت 5 اطباق فل عاملين 10 جنيه. هي اطباق فل كده بالغطا بتاعها بيتقفل كده عليها، بتحطي فيها كل حاجه. هتبقى برضه موجوده معايا في عروض فطاير وكده. ودولت اللي هي الكبات بالغطا بتاعها اللي هي بتاعت السينامون دي برضو جميلة، بجيبها برضو بحطها في العروض، بعملها طواجن كده بتبقى حلوة، طواجن السعادة بتبقى جميلة اوي. ايه تاني وازازة الزيت ب65. وجبت كيلو الشنط اللي انتوا شفتوه ده عشان دي بطلع في العروض. وكنت جايبة كراتين بس انا ما صورتهاش، كنت جايبة الكراتين مقاس 5 لا مقاس 30. مقاس 30 عامل 10 كراتين عاملين 90 جنيه، كرتونة باين ب4.5. وجبت 6 اكياس سكر طبعا عشان خاطر الشغل وكده.
جايبه سكر ابيض عشان خاطر السكر اللي هو الغامق شوية بيغمق الكريمة، امال السكر الابيض ما بيغمقش الكريمة، بيبقى فاتحة كده وبتبقى شكلها حلو، فبتبقى لونها ابيض، فهو ما شاء الله بيبقى جميل. انا طبعا بقى هفضيهم معاكم وارص الحاجة واياكم كده سريعا. كذا حد برضو كان بيسألني القواعد اللي انا كنت عاملاها في العرض كانت مقاس كام. بصوا يا جماعة، القواعد بتبدأ معايا من مقاس 20 وانتوا طالعين لفوق بقى 22 24 26، اكتر من كده ما بحطش. ساعات في 28، بس ال28 لما بيبقى عروض طرد برا العروض. تمام. الكرتونة بتبقى مقاس 30 عشان تاخد معايا الكبات وتاخد معايا الحاجة برضو اللي انا حطاها وكده، عشان برضو كل حاجة ما تزنقش في بعضها والدنيا تبوظ معايا. الشنطة اللي هي البيضة اللي انتوا شفتها معايا ديت بتبقى مقاس، اللهم صل على النبي، بتروحي للراجل تقوليله انا عايزة شنط من الكبيرة مقاس 80 في 50 او 50 في 80، مش عارفة هما بيحسبوها ازاي. دي اكبر حاجة من الشنط، برضو بتاخد الكرتونة بتبقى حلوة. انا عندي شنط تانية قماش بتاعة الحلويات وكده برضو بطلعها، بس ما بطلعش العروض فيها، بطلعها برا العروض مع التورت التانية اللي هي بتبقى بالمجسمات والحاجات دي. كنت بقول لكم على ايه تاني، العجان بقى يا جماعه انا هتكلم عليه في اخر الفيديو علشان كله سألني على العجان بتاعي. هو مش عجان، هو مضرب. كنت انا شغاله بيه، كنت شغاله بمضرب البيض العادي، بس انا جبت ده علشان طلع حلو وكمان بيستحمل معايا. نتكلم بعد كده بقى في العجان وكده، هبقول لكم انا مصوره لكم فيديو كده عليه هكلمكم فيه. هنا فضيت الكريمه وفضيت السكر في العلبه دي عشان ابقى اقول لكم بقى انا بعمل الكريمه بالمعيار ازاي، عشان انتوا قلتولي كلكم يبقى عايري الكريمه وقولولنا على المقادير بتاعتها. حاضر من عيوني، انا هظبط لكم الدنيا وهقول لكم على كل حاجه. هنا فضيت اللبن البودر والبستري في العلب بتاعتهم. عندي علب تانية، دي كانت العلب الناقصه. عندي علب تانية برضو بحط فيها، وساعات بسيبهم في الاكياس يعني كده او كده، بس انا بحطهم في العلب عشان بيحافظوا عليه. هنا طبعا البسكوت اللي هو بالشوكولاتة ده برضو هحطه في العلبة، علشان طبعا لما بيفضل في الكيس بيسيح على بعضه، امال في العلبة بتفضل سليمة وحلو ما بيتكسرش معايا. وهرص برضو البسكوت اللي هو الاوريو واللوتس وايه تاني، وافضل كريسبيات بقى كل حاجة مكانها. في مرحلة الدقيق انا جايبة 2 كيلو دقيق اسبونج، عليهم نص كيلو جولدن بيك، يعني كيلو ونص دريم ونص كيلو جولدن بيك. والشوكولاتة انا كنت جايبة نص كيلو بس، الباك كان فوق الوش. فانا هنا فضيت هنا الدقيق الاول اللي هو الفانيليا، وسبت حوالي ربع كيلو دريم هحطه على جولدن باك اللي هو بالشوكولاتة، وهلخبطهم على بعض. بصوا بقى، بيديني هشاشة حلوة جدا، مش بيكتم معايا الكيك، بيديني طعم فوق الروعة. بدل ما بجيبه فانيليا واحط عليه كاكاو ما بيبقاش طعمه حلو زي ما بجيب اللي هو الشوكولاتة جاهز ولا اخبط ده على ده. والله العظيم يا بنات بيديني طعم تحفة. يعني انا واحدة بحب الشوكولاتة، فما شاء الله الطعم بتاعه بيبقى احسن من المحلات بكتير بكتير بكتير. يعني والله العظيم اللي بياخد مني شغل بيقولي انتي بتحطي ايه في التورت بتخليها طعمها احلى من بتاعة المحلات. دي طبعا حاجة خطوة جميلة جدا في طعم الكيك ذات نفسه، طعمه بيبقى تحفة غير الحاجات اللي احنا بنضيفها على الكريمة. عايزة اقول لكم على حاجة، اي دقيق تجيبوه انخلوه، ما تحطوش اي حاجة في قلب العجان الا ما تتنخل. هنا فضيت الكاكاو برضو، انا بجيب كاكاو ولا غامق قوي ولا فاتح قوي، اللي هو بجيبه نص ده، بصراحة بيبقى حلو وبيظبط معايا الدنيا. هنا دي علبة الفانيليا انا بستخدمها عشان خاطر البيض، ديت فيها 100 ظرف. الظرف انا بحط ظرف واحد بس على على اي حاجة انا بشتغل فيها، يعني مثلا 250 جرام بحط عليهم الكيس فانيليا، 300 جرام بحط عليهم كيس فانيليا، ما بزودش عن كيس، عشان هي بصراحة ريحتها ما شاء الله حلوة وبتمنع الزفارة، فما بتخليش الكيك اصلا ريحته زفر. كرتونة البيض عاملة عندي 155 فيها 30 بيضة. اهم حاجة يا بنات ما تجيبوش البيض الصغير عشان ينفش معاكم الكيك، دي خطوة حلوة برضو. تجيبوا الحجم الكبير بيبقى احسن وبينفش معاكم، كل ما البياض بتاع البيض بيبقى ياما في قلب البيضة عن الصفار فبينفش معاكم وبيديكم ما شاء الله يعني علو في قلب الكيك.
هنا طبعا الفيديو خلاص هيبدأ يخلص اهوت، واكلمكم عن العجان. هنا بقى انا بوريلكم الشغل اللي انا جبته كله، وبحافظ الحاجة عندي في رف كده في التقفيل، او كل حاجة بتبقى قدامي باخد اللي انا عايزاه، وبتبقى كل حاجة قدامي بتبقى ما شاء الله حلوة. هنا العجين بتاعي بقى يا بنات، الحلة بتاعته 4 رطل. هنا ديت الدايرة اللي بتلف الحلة ذات نفسها، يعني ما بتيجي تشتغلي الحلة ديت بتلف. هو ما شاء الله حلو جدا، ربنا يبارك لي فيه ويكمل معايا لغايه ما اجيب واحد كبير. هو جاي معاه 4 اسلحه، اللي هو السلاح التقيل ده، والسلاح اللي هو الخفيف، وفي سلاح تاني للعجين. هو 5 سرعات يا بنات، ما شاء الله حلو جدا. تمام. طبعا بيتفصل عن بعضه، تشغليه زي مثلا مضرب بيض لوحده كده اهوت، وبتشتغليه عجان. انا كنت جايباه بنات بالقسط، كان ب1700 جنيه. انا دلوقتي بصراحة مش عارفة عامل كام. هنا اللي هي البلاستيك اللي تحت ده بيمسك في قلب الرخامة، والله العظيم مش بيتشال من الرخامة. وديت الزرار اللي هو الاولاني الكبير ده اللي بيشيل الاسلحة منه، يعني تتكي عليه عشان الاسلحة تتشال، لو ما تكتش عليه مش هيتشال. كده خلاص الفيديو خلص. اتمنى منكم الاشتراك في القناة والتعليقات بتاعتكم الحلوة، علشان ابدأ انزل لكم العروض بقى اللي هعملها. ما شاء الله عاملة شوية عروض تحفة، دي بصراحة يعني والله هما اللي شغلوني. هنزل لكم الفيديوهات بتاعتها، وانا شغالة طول الاسبوع عروض اصلا.